يا ليتني لي إلى وطني عود يتلطمني. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. يا ليلة من ليل البنفسج يا عذر يا مامس بمامس وحد. قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر الصباح حتى طفى نشوف الروح. شنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجيني الصوت وين انت اشتهيت الموت بنص بغداد أريد الموت. المطر والغيم والحبيته والموت، المرض والشوق ذاك المو بقلبي، النسمة الباردة اللي تتعدى بالصيف، الشيب اللي قبل وقت بكيفه يبي، مزاجيات فجأة القاهن وياي ومن يعجبهن يتركني وحدي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ليلة شعر. اليوم شعراءنا من محافظة صلاح الدين وأيضا من محافظة إديال. أهلا وسهلا بكم، نورتونا اليوم. أنت النور كل أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم، نورتونا اليوم. شلونها مدينة البرتقال؟ بخير تخبل هي الحمد لله. إن شاء الله اليوم نكون خفيفين الظل عليكم وعلى السادة المشاهدين إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. أحمد شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير، دامكم بخير دائما يا رب. الله يسلمك. سولفوا لي شوية عن نفسكم. نبدي برياض. رياض الراشدي، نعم، مواليد 1997. ربي يحفظك. الله يسلمك. خريج الجامعة التقنية الوسطى، نعم، أنظمة حاسبات، رئيس جمعية صدى الإحساس للشعر الشعبي، حلو جميل جدا، فرع ديالة. مشارك بالعديد من المسابقات، وعندك أكيد منتديات. أي نعم. أكيد تنطوي تحت الجمعية العديد من المنتديات. وأنت الرئيس لمنتدى لجمعية تضم عدة منتديات رابطة الشعراء. نعم. نعم جميل جدا. أحمد عرفنا شوية عن نفسك المشاهدين. صار أنا أحمد سعيد، صلاح الدين. نعم. خريج جامعة تكنولوجيا مواد طبية وصناعية. ما شاء الله عليكم. الله يسلمك. مواليد 1995. العمر كله يا رب. الله ربي يحفظكم. الله يطول عمرك. صار لي ب 2014 تقريبا 13-14 كتبت الشعر. بلشت تكتب الشعر بهذا الوقت؟ كتابة اي، بس البداية الفعلية صارت 2016-17 تقريبا، صارت البداية الفعلية ووعي للقصيدة أكثر ونضج بالقصيدة خلينا نقول. حلو جميل. ليش أجلتها؟ مو أجلتها، يعني هو من الممارسة إنه يبدأ الواحد يكتشف أخطائه إلى أن صار وعي ونضج بالقصيدة. وإن شاء الله أنا ما قاعد أقيم نفسي، يعني إن شاء الله أنت تقيمون. يلا نسمع. تقيم. أحمد رياض شو راح تسمعونا اليوم؟ اليوم ليلة شعر، خلونا نستمتع بهذه الكلمات الحلوة الجميلة. هو أفضل. هنا طبعا رياض قال محضر غزل، قصائد كلها غزل. إن شاء الله نقرأ إن شاء الله. بس أنا يعني كرأيي أفضل ما أبلش به إلى الإنسانة العظيمة بعد رب العالمين اللي هي الأم. أكيد طبعا. هاي الأم المجاهدة اللي ربتنا وتعبت علينا ولا زالت تكافح الأجنة، ورغم ذلك التعب بس من نشوفنا فرحانين هي كل تعبها ينزال وكل نتغذى الطاقة الإيجابية منها. أي نعم. أمي مدرسة البلاغة اللي خرجت من عندها جيل. أم إنسانة عظيمة وما لقيت لها مثيل. الدنيا ذبت كل حملها وشالت من كتوفنا الحمل الثقيل. الله الله. أم مرة العوز ضكنه ولاوت بشفها الزمن. أم تعبت حيل، تعبت بقد الوطن. اي والله. أنا حضن أم وطن وشيلتها راية والنشيد يا ابن حي على الفلاح. الله. أرجع من الدنيا شبعانة نظيم بس أحط رأسي بحضن أم استراح. الله الله الله. أرجع من الدنيا شبعانة نظيم وبس أحط رأسي بحضن أم استراح. أم بحكاياتها تناغي الهوى. حتى شمس الله الصبح بردانة حيل ودفو تاخذ من حكي أمه يزيد وتوزع ضوء. ودفو تاخذ من حكي أمه. حتى شمس الله الصبح بردانة حيل ودفو تاخذ من حكي أمه يزيد وتوزع ضوء. أم هالقد ما وفية الكل شعدها نقلها يمه تعبشت النورة الطين القديم. الله الله. نقلها يمه تعبشت النورة الطين القديم. تقول لي يا ابني هو طين وانت طين. وهاي كلماته خناجر يا ابني وبصدره تحز. الله عليك.
منه تسترخص إذا تخبز رغيف. هذا بس المنصدق دوره شريف. اي والله. ياما شيمناه وانطاكم خبز، يمه وغلاتك هاي وذيك المحنة غيابك من البيت ما تعوضك شنه. صح لسانك، صح لسانك، احسنت احسنت. الله هاي يسلمك. الكلمات الجميلة جدا. الله يسلمك. صح لسانك وعاشت ايدك. الله بدك. احمد شو محضر لنا؟ محضر أنا نار بكل درب شائك أفوت. اني نار. أنا نار بكل درب شائك أفوت دروبي ما طبها إذا مشروحة. أنا أجيك مراية لو صرنا بطريق وين ما وجهك تدير نلوحة. الله الله. تهز بديك بصورتي اي رايد نطيح وأنا صير صورتك مرجوحة. الله عليك. الظرف مجروح المضمد حنين شاف ما واحد يضمد جروحه. الظرف نثي مضمد الفك الضماد اي يعني هسه الظرف طلع روحه. الله الله. والرسالة يتمت بالمعنى هذا اي إن ولدته وأمها مشت مذبوحة. الله عليك. قاصة الجاهل تفك عينه وتنام هيج عين على الصور مفتوحة. الله. واني تشي وجهك رسمنا على جام ماكو جام بغرفتي ممسوحة. احنا ناس نحبك ونسأل عليك اي وانت ما تسأل بيوم علينا. احنا ناس نحبك ونسأل عليك وانت ما تسأل بيوم علينا. النار اذا بسدك وانا ببالك جيت تدني بالك خاطر تشوينا. الله الله. الساعة من تموت ما توقف الحياة. العمر ما تقف ساعة بعينه. اي والله. عكس كل منجل إذا رايد يموت تموت وقفة السنبل على الطين. الله الله. أنا غار اسمك أكتبه بريش طير اي وانت تحفر اسمي بالسكين. الله عليك. الله عليك. صح لسانك، صح لسانك. الله يسلمك. هاي الكلمات الحلوة الجميلة. الله أنا أشوف يسلمك. كل شاعر من عندكم عنده كلمات مميزة، عنده لونه الخاص. من ذوقك. طبعا رياض تتميز أنت بالغزل، باللون الغزلي. مو هواي اكتب غزل، بس يعني هي نوبات حالة تجبرك. أحسك عندك هاي الطاقة الإيجابية من خلال ابتسامتك. شنو سبب هذه الطاقة؟ والله هي نوبات الحياة تجبرك هي تضحك. يعني ورا هاي الابتسامة أكو حزن؟ أكيد. حزن عميق حتمة. جدا. نقول إحنا هي الابتسامة هي رسمة فقط. أي هاي حقيقة. الحياة وصدمة الحياة نوبات هي تجبرك تضحك. من شنو انصدمت؟ هو يوم صدمت بالناس. قريبين. الناس بهاي الفترة خصوصا، يعني لاحظت بهاي الفترة نعم وصلت إلى قساوة. الناس صارت قاسية كلش جدا جدا جدا، والحياة صارت. أنا عندي بيت بقصيدة يقول الدنيا تغيرت، فهمونا شنو صار. اي والله. دلونا الخلل نتعمد نصلحه. الشمس نفس الشمس، والليل نفس الليل. اي والله. الناس تغيرت وعيونهم وكحة. النفوس تغيرت. إلا الدنيا هي نفسها بس بشرنا تغير. ما أعرف يعني شلون يفكر محلنا. نعم. ما ظلت حقيقة هذه. زين شو سمعنا بعد هذه الابتسامة وجرح عميق؟ لازم نسمع عنا قصيدة. أكيد. البقى بروحي. اي البقى بروحي طلاسم خوف. ساحر تاب. البقى بروحي طلاسم خوف، ساحر تاب من شيطان أخذ عبرة. الله. غلطة وما أظن تنعاد أبدا. ما انطيه قلب النوب للما يعرف يقدره. أحسن. إيش ما تنطي حطب يطول لسان النار. أي أعرفه وما أذب بصوت ذنب الفاس والحطاب. الله. أعرفه وما أذب بصوت ذنب الفاس والحطاب للما يسوى كسره وكم غصن شجر. اي والله. سجين الشوق ما ظليت قيد فتل كسر أسره، وهذا النيش الأيام السود القضن سجن انفراد وياك. الله الله. وهذا النيش الأيام السود القضن سجن انفراد وياك. عدن والحمد لله صفن سفره، الجرح بيه حدث تاريخ لا ينسي ولا ينعاد، بس يبقى الأثر ذكره. الله الله. جايب لي دوب يا عيني
يا عين. جايب لي دوب يا عين. آسف منك أتعذر، علمت الجروح تكابر ويا الخيط، بحلوق النمل تنزر، زرعتك وحدك بروحي وسقيتك تعبي وسنيني، ولجل عينك رفضت الكل الورد من كان يتعنس. الله 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 الله. ولجل عينك رفضت الكل الورد من كان يتعنس تناديني. مساحة انطيتك انغريت، كل شي انطيتك وما فاد. مساحة انطيتك انغريت، كل شي انطيتك وما فاد. برجلك تدفر النعمة وقلت لك افهم المضمون، لا تدور شكل زحمة. اي والله. ترى العاقول من ورد يريد الناس تشتم. الله الله. وتعيرنا بمحبتك عود، وواحدة تقول راح أبطي تشوف العنكبوت شلون ناصب شبكته بلا ما يول باب يجي. الله الله. احسنت، صح لسانك، صح لسانك. أنا طبعا مسحورة بهذه الكلمات الحلوة. احسنت، عاشت ايدك. اي احمد، وين صافون؟ وين ماخذتك الدنيا؟ لا وياكم بالجو. زين. طبعا احمد خلف الكواليس كنا نتحدث انا واحمد، قال انا بعيدا عن الغزل. واكو طبعا قصة وراء هذه الكلمة بعيدا عن الغزل واشعار الغزل. ليش احمد؟ هو كل انسان معرض لظروف الحياة. نعم تقريبا أكيد. ظروف الحياة متشابهة ويا الكل حقيقة. اي. فالغزل ينكتب للشخص اللي عايش مرحلة غزل. زين. اللي هو الشاعر غير لسان حاله ولسان حال الناس. اكيد طبعا. فلسان يعبر عن مشاعره. اي. فممكن يكون الجو اللي انا عايشه يميل انه اكتب هذا اللون اللي سمعتيه واللي راح تسمعيه. زين. ليش خال روحك بهذه القوقعة؟ ليش؟ شنو السبب؟ ما هو الشاعر يعبر عن مشاعره ويعبر عن مشاعر الناس، فأنت ليش ما تخرج عن هذه القوقعة اللي خال روحك بيها؟ ليش ما تحاول تغير؟ من أوصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي إنه أنا قدرت أعبر عن مشاعري نعم بصورة وصلت للناس، أقدر إنه ألتجئ أعبر عن مشاعر الناس. زين، عبرنا عن مشاعرك بقصيدة. صار بالليل ما ينقلب، بالليل ما ينقلب، يخنقني طار الضوء يكشف تجاعيدي. الله الله. يا شيبتني صدق من قلت لك وليدي. 20 عمري ترى ذنبي اللي مسويه شنو ويا الجقار انحني من ترفع بيدي. الله عليك. الما يعرف الندى ويشوفه من الصبح قاعد بخد الورد ظن الورد يبكي. والعاش قصة عشق بس ما أخذها ترى عند الصور تحكي. الله الله. كنت أسمع من البشر إيش قد حلو إحساس اللي يحب. كنت أسمع من البشر إيش قد حلو إحساس اللي يحب، بس أنا من جربت حسيت بالفشلة. تقول لي وقتك عبر بس أنا مثل الخمر كل ما عتق يغلى. الله عليك. الله. ولو جيت بعد البعد لا تنغرب جيتي، لو جيت أرد الصور لو شفتك بصدفة. الله الله. وحتى لو اجيتك عدل ما تترى اللهفة. اي والله. تدري ايش وقت من صدق وياك بارد صرت مو مثل ذاك القبل، منطقتك ايش ما اجي حافظها بالظلمة. الله الله. منكتب احبك كنت على الورقة بس تعتذر وتقول لي خطك صعب ما قاعد افتهمه. الله عليك. من كنت احكيش كثر وتجاوب بكلمة. من كنت احكيش كثر وتجاوب بكلمة. برجل طيف منشد مرسالة ودي إلك عن لا يحس أي شخص بحرور تحروفك. الله عليك. ومرسالك تدزلي ما كاتب ولا حرف بس عين تبكي ودمع، جو الدمع شف غرب ما حاط لشفوفك. الله عليك. مخليك شجرة إلي، شجرة إلي من عيونه شربك كنت كبرتك وحسبت تشايت الباكر. الله الله. ولما أجي منتهي ألقيك بيت الشعر طاريك إيش قد حلو ما تعذب الزاير. الله عليك. لما أجي منتهي ألقيك بيت الشعر طاريك إيش قد حلو وما تعذب الزاير. تحرق صورنا السود ودخان من سافرت. كيف إنه وياك الحرق عاندت كل الخلق دخان ما كنا. الله الله. وهذا خضار الطفل من طيه كله إلك والدقة حنة عرس وبلوني تتحنن. لا تنغرب لحيتي. والله أمي لما تجي من السوق ألاقيها. بس من عرفتك قمت بالناس ما اختلط. قامت من امي تجي ادريها جابت دواء وما اقوم احاكي. الله الله. سلام. الله الله. صح لسانك، صح لسانك. صح بدنك الله يسلمك. المواقف الصعبة جدا شلون تتعامل معاها احمد؟
رياض عفوا. والله المواقف الصعبة هو شيء أكيد تحتاج إلى مواجهة. أكيد أواجهها. تواجه المواقف الصعبة. أي. هذا تعاملك وياها راح يكون. أي نعم، أواجهها وبقوة، حتى إذا تكسرني ما بين مكسور. واجهت؟ واجهت. شلون كان الرد؟ قاسي جدا. من ناحيتك لو من ناحيتهم؟ من ناحيتهم أكيد. من ناحيتك ومن لا أنا ناحيتهم؟ ما أقدر أصير قاسي. والله. ليش؟ أنا مو بيدي. والله. يعني هسه مثلا أنغث. نعم. أو يعني شو يسوي لي؟ أي فعل بشع يسوي لي ممكن أضوج ساعة. زين. أو حتى إذا وصلت إلى مرحلة الكراهية يجوز أكرهها ساعة. بس ساعة واحدة تكرهها. بس ورا الساعة إذا يطلب هدوم أعطيه. مو بيدي. قلبك طيب لعد. مو بيدي والله. نعم. مو بيدي. نعم منك. الله يسلمك. زين أحمد، شلون تتعامل مع المواقف الصعبة؟ وواجهت؟ هو بعد موقف والرسم قدامك او صار وياك انت لازم ما تتعامل وياه لو تواجهه؟ انت لازم تواجهي. نعم. بس بيا طريقه حسب الموقف. ممكن موقف يتطلب المواجهه، ممكن موقف يتطلب انه ينطبق عليه المثل النقاش مع الجهلاء كالرسم على الماء. نعم أحسن. مو كل المواقف تتواجه ولا كل المواقف تتعبر. حلو، جميل جدا. رياض، كتبت شيء عن الموقف الصعب او الموقف اللي انت واجهته؟ والله هي المواقف كثيرة. نعم، سمعنا شيء حسب اختيارك. حسب أسمعك موقف. مثلا قصيدة الاشتياق. قصيدة الاشتياق. أي نعم. تعبر عن مشاعرك؟ أكيد. هو ماكو واحد يكتب إذا مو مشاعره هي. أكيد، لكن نقدر إنه إحنا نعبر عن مشاعر الآخرين أيضا. لكن أنت عبرت عن مشاعر الآخرين بس ومشاعرك إلا تتأثر به. لو مشاعرك إلا تتأثر. أكيد إذا كانت قصص واقعية. واقعية تتأثر به. يلا نسمع. ماني على فراق القوي. ماني على فراق القوي كذاب، من قلك نسى ما ينسى من ثار الدوي. الله عليك. عطشان عيني لشوفتك شرط بحضن يلا ارتوي. عطشان عيني لشوفتك شرط بحضن يلا ارتوي. ما عاتبك خاف اجرحك ما حركت لك شف. ما عاتبك خاف اجرحك. ما عاتبك خاف اجرحك ما حركت لك شف. وتخيل وياي الألم كني بدونك مسبحة. ما بين شف داخل حسن غنى وعصرنا بشفة. الله الله الله. وتخيل وياي الألم كني بدونك مسبحة. ما بين شف داخل حسن غنى وعصرنا بشفة. تدري الشماتة بغيبتك لجروح جات تتعرض. هم تعرف ايش قالوا لمس الله يعوضك بالدمع بإنسان ما تتعوض. الله الله. ما أذكر إني للزمن قاتل عزيز أو عند سابق مشكلة وياه بس ما تنفض. معادين ليش من الزغر ما يقعدوا وياي. الله عليك الله عليك. معادين ليش من الزغر ما يقعدوا وياي الحظ. ايش قد صعبة من تعشق شخص يحسب عليك ذنوبك. ايش قد صعبة من ايش قد صعبة من تعشق شخص يحسب عليك ذنوبك. وانت المصيبة بلا ذنب بس هو رايد يبتعد يكثر وياك بعذر. الما يوقف بعين الملح ما تغزل ويا عشرة. الله عليك الله عليك. الما يوقف بعين الملح ما تغزل ويا عشرة. مو كفرة ما ينعى الذنب. مو كفرة ما ينعى الذنب. من تملي قلب محبتك بس فارغات جيوبي. الله الله. من تملي قلب محبتك بس فارغات جيوبي. نقطعها لهنا وانتهت. نقطعها لهنا؟ نقطعها لهنا وانتهت. هو اللي يحبنا من صدق يقبل وياي عيوب. اي والله. العشق عالم يختلف بكل شيء شفاف وترف. صح. بس احنا خشنا قلوبنا. دهله شربناه الوفه وخبطنا ماي حبوبنا. ما دام موصى في النبي ما نلعب احنا على الحبل. هذا الدرب وثوب. الله عليك. سلام. صح لسانك. صح الله. وين تكمل السعادة أحمد؟ سعادة؟ ويا الإنسان اللي يكون مرافق للروح قريب من الروح. ويا رفيق الروح المشابه للروح. اللي تحسينه إنه فعلا يكون مصدر للسعادة. نعم. وبأوقات الحزن يقدر يخلق لك جو للسعادة. وجهة نظري طبعا. ما لقيت هذا الشخص؟ أنا؟ ممكن يعني موجود لو مو موجود؟ لا ما موجود. إن شاء الله تلقى. ممكن إنه يكون زين. يعني خلينا نقول القدر ضامة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. زين، من راح يظهر وتشوفه ايش راح تقول له؟ ايش راح اقول له؟ يعني شعرا لو طبعا شعرا. كلام. انت شاعر اكيد لازم تكون قصيدة خاصة. لا مو انا من يظهر راح تظهر القصيدة الخاصة له لان راح يعيشني بالمشاعر
بالحالة اللي أنا راح أكتب له عنها، يعني اللي يغير المود مالتي، يعني من الجو خلينا نقول السلبي إلى الجو الإيجابي. إحساس جميل. نسمع شيء؟ نسمع. يلا. شو راح يسمعنا بالبداية؟ قصيدة حزينة. يلا نسمع. صعب. إن شاء الله هاي قصائدك الحزينة كلها من يظهر هذا الشخص اللي ببالك ويكون توأم روحك، إن شاء الله كلها تتحول إلى قصائد غزل. شو تقول رياض؟ إن شاء الله تكون لنا قاعدة ثانية من يظهر وتكون القصائد إن شاء الله. أكيد أكيد طبعا. إن شاء الله. ترسم أحلامك على الورقة بديك. ترسم أحلامك. ترسم أحلامك على الورقة بديك. ذني أحلامك بورقة وهن تشيكلهن بورقة، يا هل تريده يجيك. تسوي من الورقة طيارة ورق، تشمرها فوق ترد عليك. الله الله. تشمرها فوق ترد عليك. ترد عليك. حتى بالورقة أحلامك ما تسافر. صرت كم مرة محطة وصرت لي قصة تذاكر. الله الله. خلصت عمرك الثاني وتالي سافر بس خيالك، صرت شاعر. الله عليك. خلصت عمرك الثاني وتالي سافر بس خيالك. بس خيالك. صرت شاعر تريد ترسم بيت وتسويه كبير، تفكر توصل له ماي، تخلي جام، تكتب على الباب والشباك أغنية قديمة. الله. حتى راسك وين ما تخليه تنام. ترسم على الباب، تكتب على الباب والشباك أغنية قديمة، حتى راسك وين ما تخليه تنام. تشمر على الجام ماي حتى ترسم وجه أمك. تروح وتصيح لها تلقى مشققة كل الأحلام. الله الله. تدير ماي يموت حلمك، ليش من تنذبح تعيش الأقلام. الله الله. كان بس الماي بأحلامك حقيقي وخرب أحلامك وغشك، وانت تدري الشقق أحلامك معيشك. الله. انت مو سنبلة ولحقت، ليش عايش وجهك أصفر. ومو حطب أخضر أيامك، ليش لما تحترق دخانك أكثر. الله الله. هنا تقرر تحرق أحلامك وتمشي تقابل الدنيا بسمارك. هاي أول مرة تملك شي يخصك. هاي أول مرة تملك شي يخصك. شنو اللي تريده تحرق النار نارك، لكن احذر هذا دخان الأحلام يصير غيمة، وخاف هاي الغيمة تمطر فوق دارك، وبعد ما تحب أي زرع طق بالحديقة راح تعتبره زرع كاسر قرارك. الله عليك. عيونهم تطرد أحلامك وانت أحلامك عطر قاعد جار، وانت شفك أبو البيت والعطر رزقه بطرت من يظل بلا يدار. الله عليك. جوز من حلمك يا قلبي تحسب حساب الرجع تشمر صوت بباب غار، اللي يمتى تبقى حتى بالصور تدفى إذا كان بصورته مشعولة نار. الله عليك. اللي يمتى تبقى تعيش مثل جابته أمه وتوفت وعاش حاله، عيد ميلاده يمر بشكل تابوت على باله. الله الله. وك يا قلبي تخيل واترك أحلامك، أنا شاعر وأنت تدري الشاعر يعيش خيالك. وك يا قلبي تخيل واترك أحلامك، أنا شاعر وأنت تدري الشاعر يعيش خيالك. صح لسانك. صح لسانك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. أريد أني اليوم أسمع قصة قصيدة واقعية تخصك أو تخص أحد من الأقارب، لكن أريد هذه القصة تكون مأثرة كلش بيك لحد الآن تفكر بيها. اي والله اكو انه هواي طبعا. نعم. ممكن تتحدث لنا عن القصيدة؟ اكيد. عن عفوا القصة بالبداية. القصة يوم من الايام طبعا. هي القصة ورا فترة يلا قدرت اتأثر بيها. ليش انصدمت؟ اي القصة مؤثرة جدا وفت حالة سلبية بالمجتمع. انا ما كنت افكر بهذا الموضوع. نعم. اصلا اكتب عليه الى ان جتي في يوم من الايام راسلتني، انا على حسابي حاط الواتساب، يعني بنية ما تعرفها. اي حاط الرقم مال الواتساب دايركت. نعم. راسلتني قالت لي احكي لك عن قصتي. قلت لها تفضلي. ظلت هي تحكي، عمرها 13 سنة. نعم. وهي طبعا فت حالة سلبية، عمرها 13 سنة، صغيرة بالعمر. اي اهلها مزوجيها. نعم.
مزوجيها الى رجل يعني كبير بالسن. كبير بالسن، كبير بالسن، يعني حتى تقول من اطلع وامشي وياه يحسبونه من حفيداته مو زوجته، حتى مو بنته. لا مو بنته، من احفاده طبعا. فتقول ورا فتره طبعا مخلفه من اثنين، تقول انا كنت متخيله على العرس بانه بدله وزفه ورقص وغنى وهذه. ورا فتره، ورا ما خلفت منه اثنين، نعم، انجبت منه بنيه ووليد. طبعا هاي القصه حقيقيه من صلب الواقع يعني. نعم. انجبت منه اثنين، توفى، هو مات. وهو صاحب مال طبعا. زين. ولد رجلها طردوها من البيت. وهي عندها ولد؟ ما انطوها، طردوها. هم ذولاك ناس على قد حالهم، اللي اهلها ناس على قد حالهم. هذيك همين ابوها توفى. زين. خوانها عزلوا كل واحد وين تروح؟ وين تروح؟ زين، هاي هي عندها جهال اثنين. وين راح تتوجه؟ راحت على اخوها الكبير، قالها والله انا بيت صغير وما روح اشوف اخويا الثاني. راحت على اخوها الثاني، قالها انا هم كذلك. لما راحت اخر شيء اخذتها خالتها عيشتها يم. وين تروح؟ طبعا تقول هسه انا عايشه مكسوره كعبده ببيت. بس الله دائما سبحانه رب العالمين دائما ينطي الحق ولو بعد 1000 سنة. طبعا راح نكمل حديثنا وهذه القصة لكن بعد الفاصل، وأكيد راح تقرأ لنا قصيدة جميلة وأكيد أنت كاتبها عنها. أكيد إن شاء الله. إذا مشاهدينا مستمرين وياكم، لكن خلينا نروح هذا الفاصل وأكيد راجعكم. قل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر الصباح حتى تطفى نشوف الروح. شنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت ابونا. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجيني الصوت، وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد اريد الموت. ورجعنا وياكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وخلوني ارحب بضيوفي مره ثانيه، واهلا وسهلا بكم، نورتونا اليوم. اهلا وسهلا. ربي يحفظكم. رياض، نكمل قصه القصيده انه البنت اللي عمرها 13 سنه تزوجت بهذا العمر وتزوجت من رجل كبير بالسن. اي نعم. وصار عندها اولاد 2 وبعدها اكلوا حقها اولاد المرحوم. اي نعم، اكلوا حقها اولاد الكبار. فالحقيقه هاي القصه اثرت بي. نعم. اثرت بي بشكل مخيف، فكتبت عنها على لسان البنيه طبعا. زين. طير بعش بعد ما جربت جنحي، وهل كسروه قبل لا ريش يصفار. الله كسروه بحجة القسمة ونصيبك هذا، ما يدرون حطونا بحال كفار. بعد نلعب عليش استعجلوا بيه. بعد نلعب عليش استعجلوا بيه. بعد نلعب عليش استعجلوا بيه. جنازة مشيعة بمطرة من ببالي. الله يومي احترق حتى الفحم وهيج. اللي يظل محترق يا ما يبراله. اللي يظل محترق يا ما يبراله. رزنامه بطرق الايام شو ظليت. سنه منتهي عدوى القاهن وشال. الله بمدينه ذكريات استوطن الخذلان. واللي بصدري انكسر ما حد رحم حاله. الوجع عقد الظفير. الوجع عقد الظفير ويبتدي من الراس. والمثل صدق حتى يوجع خياله. والمثل صدق حتى يوجع خياله. اللي يطعن مو غريب الحمى بالرجلين. اللي يطعن مو غريب الحمى بالرجلين. غمد السيف منه وبيه شتاله. الله اللي يطعن مو غريب الحمى بالرجلين. غمد السيف منه وبيه شتاله. صرت ما ثق ابد بالناس يا هالناس. صرت ما ثق ابد بالناس يا هالناس. منحتاجوا ضوء حرقوا قلب لال. الله غشيمان اللي زنت بساع شي ثقيت. غشيمان اللي زنت بساع شي ثقيت. الزبق ما يثق بجفوف هنا. الله عليك صح لسانك. رح نرجع لأحمد. أحمد خادم ربك، شكرا. الله يسلمك. قصة قصيدة واقعية عشتها. هي كل القصائد اللي انقرت هي مكتوبة عن قصة حقيقة. فيعني كل قصيدة جاي أقراها أو راح أقراها هي تمثل حالة أنا عايشها. نعم. بس خلينا نكون قريبين من جو إنه قصة قصيدة. راح أقرأ قصيدة. راح أقرأ قصيدة الباكر. حلو. ممكن يكون باكر هو قصة قصيدة، عسى أن يكون فال خير يعني. حلو إن شاء الله يا رب. أي. صار ردت أطيح. أي. وصرت ماي. ردت أطيح. وصرت ماي. أي.
وما بقى بالدنيا جام. الله. قالوا أهلك ثلاليح أي. وقلت رهمة باكر بكل غيم أنام. الله الله. باكر منوقع بقاعك على روح اكتب حرام. باكر البت جوا فزاعة زرعكم حتى ما يتقرب علي الحمام. الله الله. ولو ردت تلفي علي لا تخاف ترى الفزاعة تكذب. باكر انزل فوق قيعان الزرع بالقاع اكلب. الله الله. باكر من تمرني ريح اي انقلب روج وراح حدب. الله الله. حتى من تمر علي ارجع اعدل ما تميز بيني وبين المرايه. الله الله. باكر من تمر نصير عيون صوره ابد ما باوع وراي. الله عليك. باكر ابقى بقاعكم كل عمر عيشه. باكر العصفور اذا مني تقرب اذبح كم قطره يمي واشمر الدم على ريشه. الله الله. واذا يشربني الزرع وفي السنابل كون تلفي. ايش ما تميل السنبله هذاني لك حركت شفي. الله الله. يا حنين اقعد بصفي. يا حنين اقعد بصفي. يا حنين اقعد بصفي. انا من قلت لك احبك مو حكي احكي كنت. ابدا. مررت تكتب احبك بدلت وتعطرت. مررت تكتب احبك بدلت وتعطرت. يا حنين اقعد بصفي. انا من قلت لك احبك مو حكي احكي كنت. مررت تكتب احبك بدلت وتعطرت. ولو ردت وياك اسولف اقعد وارسم شفافك واكتب عليه احبك وقلبي يشعل لك شمعته. وانا جاوب على الرسمه والله حبك اجب وقته. الله الله. احضن الورقه من رسمك مثل ما يحضن وخايف طالب الشاطر ورقته. الله عليك. باكر بشعرك اشد ايام تعبي حتى لما ينشمر شعرك وراك يطيح كل تعب بقفاك. الله الله. بكل بياضك طيح نص قلبي وعيشك على احساسي. انا ما ناقصني شيب وما تطيح الا على راسي. يا مبلل طيح نص قلبي وعيشك على لوني. انا ما ناقص دموع وما تطيح الا بعيوني. سلامتكم. صح لسانك. صح بدنك. الله يسلمك. بداية خير ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب. هاي باكر. يلا هاي باكر ان شاء الله. قصة حلوة جميلة ان شاء الله. الله يسلمك. يسلمك. الله يسلمك. زين حابة اسمع بينكم مساجلة شعرية. قصيدة يعني؟ اي ماكو مشكلة. يلا لو نبلش اكيد برياض. ها رياض ليش ما اقرا لكم غزل؟ يلا غزل كيفك؟ 4 أبيات ب4 أبيات. غزل عتاب. مقطعتين غزل يعني. يلا نسمع. يلي ضحكاتك مسائل خارجية منوعة وياها اللي يحلها. اي عيونك امضى من السيوف الجاب من الجرد كحلها. الله الله. يلي ضحكاتك مسائل خارجية منوعة وياها اللي يحلها. عيونك امضى من السيوف الجاب من الجرد كحلها. روح صحرة أنا صحرة ومن أشوفك روح أحسنها ترد. الله عليك. أنت خطواتك حدايق تترس الشارع ورد. الله الله. حتى دافنشي لو شايف جمالك كان داخل منك اصبع ما رسم. ومن كثر ما بيك اسولف لاصدقائي بغير عينك ما حد يصدق القسم. الله عليك. وقالوا احكي وسولف لنا اوصاف حوريه تحبها وهي انسانه مثلنا. خاف تنحسد. وانا قلت لهم غلط شو تسولفون؟ هي صح انسانه مثلي لكن تنقط محنة. الله الله. وحبيتها وما حسبت تالي اللي يحب يتعذب. قول الله يا مرقض الخلق وجه المرايه من الصبح شافك وبيك تعجب. الله الله. قول الله يا مرقض الخلق وجه المرايه من الصبح شافك وبيك تعجب. جنح الفراشه ايش قد تعرف صبير يمك ينحسب ما بيه شي ما ينحب. الله الله. جنح الفراشه ايش قد تعرف صبير يمك ينحسب ما بيه شي ما ينحب. ومو حلوه القلاده الذهب بس هي لمحليتها. الله الله. ومو حلوه القلاده الذهب بس هي لمحليتها. والله تردون الصديق تشفي المرض شوفتها. من عيونها يغار الكحل ظل دايخ بصفنتها وهواي ما تحكي لك تفسر اللغة سكتتها. واحكي لكم هم لو حكيت الدود تيه كل درب اعمى وصل شفتها. يلا عليك. واحكي لكم هم لو حكيت الدود تيه كل درب اعمى وصل شفتها. الله عليك. وشرده وصف لكم بعد
من القصيدة طشرت واحتارت بلمتها. الله الله. حتى الجماد الماي حصد يحلم من مشيتها. أصوات البلابل نشزت من سولفة كلمتها. شكت حلوة. أصوات البلابل نشزت من سولفة كلمتها. وش أحكي لكم عن العطر؟ لو فاتت بصف الورد يذبى الخجل. الله 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 الله. صح لسانك. صح لسانك. أحمد شو تقول؟ أنا راح أقول عكسه. اي اليوم مختلفين أنا وياك. كلش. اليوم أنتم ميزان. نعم. مو كل شلاح الماي لونه تغير. مو كل شلاح الماي لونه تغير. زين. الناعور عاش بماي بس ما خبر. اي والله احسنت. وانا منبا على ترى يغثني الماي. شي يرسم بوجهي تجاعيد اكثر. الله الله. حتى الملح بيه فشل مرات يصير. من يزيد او ينقص وما يتقدر. اي والله. تودي الرسايل لمن قالوا مشلول. تودي الرسايل. تودي الرسايل لمن قالوا مشلول. تدريني افتحهن قمت ما اقدر. قلت لي الدرب ما ينمشي وجيتك ماي. وبلاش دام الماي ما يتعثر. كنت تشتقل اللي يصير ما اقول لك لا. ولما ابوي يقول لي شغله تعذر. ولما تغثني على الصور ارجع عود بالصوره جرذنك وانا تعور. الله عليك. صح دنا قلت لك بس ابد ما مغلوب. صح دنا قلت لك. صح دنا قلت لك بس ابد ما مغلوب. في الله من عينك ترى الحق ينجر. راس القلاده مدنق وتكشخ بيه. الله الله. وراس القمر مرفوع بس مكتر. الفلاح عينه على الزرع بس محصول. وابن المدينه يشوفه لكن منظر. ومو كل مكان اقعد واسولفهم بيه. اللي يحكي كل شيء اللي عنده بس اللي يسكر. جا ليش احط اللي عندي كلهن للناس. عندي قلم وشفوف احطها بدفتر. احسنت. سلامتكم. احسنت. الله يسلمك. اسمع. الضحكة ما دامت لبت فرت عروس. الضحكة ما دامت لبت فرت عروس. الدنيا باعتنا الحزن. بيعت المضنوك عازة. ما تلوق الضحكة للمتعوب مثلي. ترسم بوجه جنازة. الله الله. أنا من نضحك أخاف بصدر خنجر خاف عالطعنة يتوازي. الله عليك. أنا من نضحك أخاف بصدر خنجر خاف عالطعنة يتوازي. أنا الجروحة فريدة إيش معظمها تبين أكثر. الخشبة فوق الماي طافت شي عنيد. وأنا علمني زمان دروس ياما. أنا علمني زمان دروس ياما. تريد تحلى بعين ناسك ابعد أكثر. النجمة شي حلوة بعيدة. تريد تحلى بعين ناسك ابعد أكثر. النجمة شي حلوة بعيدة. تريد تحلى بعين ناسك ابعد أكثر. النجمة شي حلوة بعيدة. وقمت أشوفن كل شي موت من كثر ما شيعت حلم الهريد. الله الله. النهر تابوت ماي. السفن فوقها جنايز مشيعة ما أدري وين. كلها من تريد تاكل. ما بقت للناس عفة. اي والله. لا خجل لا مستحى. تستر اللي يحكي الفضيحة. وتفضح الرايس ستر. أكيد. تفضحه وبيه التشفة. ومو من ابليس انت تعود. لا. من ناس نوشرهن تشفى. الله الله. احسنت. ومو من ابليس انت تعود. من ناس نوشرهن تشفى. وهسه هاي تهون بالله. قمت اشوفهم كل شيء مذنب. القاع مذنب اخذت بشفها عزيز. القاع مذنب اخذت بشفها عزيز. النار مذنب حرقت قلوب اللي يحبون ببراءة. الله الله. والوادم الصدقة خرافة. النار مذنب حرقت قلوب اللي يحبون ببراءة. والوادم الصدقة خرافة. الماي مذنب يبس حلوق العطاشة. وندى فوق الوردة ينزل بحجة يدور تراف. والمصيبة الشمس مذنب طلعت وفضحت حبيبي يريد يتلاقى بحبيبي. الله الله. الله الله. احسنت. الله يسلمك. احسنت. شو تقول؟ شيل شباك لبيتك. ليش؟ غرقة بالدم. يطوف همك. اختار واحد من جروحك. زين. غمجة أكثر. تشوف حلمك. الله الله. ولا تسولف للبشر كل اللي بصدرك. أبدا. البشر مو كلها أمك. صح. أحسنت. أحسنت.
اسأل مرايض غرفتك قلها امشينا السلفهم ما تكلمك. المراية تنطي وجهك لكن ما تنطيك اسمك. المراية ما تجامل بكل تجاعيدك ترسمك. لا تعيش الدنيا قصبة تكشخ الوادم بحزنك من تموت تصير ناي. الله الله. وترى مرات المراية تحط تجاعيد على وجهك لو درت فوقاها ماي. الله الله أحسن. ترى مرات المراية تحط تجاعيد على وجهك لو درت فوقاها ماي. تحضن مراية غرفتك من تصير الدنيا ظلمة. اي والله. ومن يفز الضوء هاي روحك. الله. تبتعد آثار دم فوق المراية وتكتشف هالمرة الأولى اللي بيها تتشابك جروحك. الله 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 عليك. هاي يا عيش أنت عايش. صورة يم مشلول والبالصورة واقف حاط عيون عليك. الله عليك. الله. لا أنت بتقدر تروح هو لا يحاكيك ويجيك. أنت كم قاصة الجاهل من يحط فلوس بيها بإيده بس شلون يقدر ياخذ فلوسه بديه. الله الله. وانت تدري إذا يما تعيش كاروك ويعرفك ما يدفعك حتى ما ترجع عليه. الله عليك. عيش الميزان عايش. انت كل يوم اللي يمر تثقل متونك. ما يمرك يوم تضحك. صرت مثل الورقة اللي تعبر الختم من يلاقونك. هيج حزنك بيك يعبر وينفضح بول شلونك. الله عليك. لملم الهندس وطرده وعيش ضيب لا يسفره. الضوء لما يسافر يقضي عمره. الله الله عليك. الله يسلمك. شو كلمات مؤثرة. ولو هي تشطرت القصيدة نسيت من عندها. لا جميلة جدا. عاشت ايدك كلش الله حلوة. يسلمك. الذكرى الجميلة اللي لحد الآن بذاكرتك تتذكرها لحد الآن. طبعا هي الطفولة. هي الطفولة يعني رغم قساوتها بس هي تظل حلوة. شلون اكو مقولة. شنو كان الحلو بيها؟ الحلو بيها هي بكل تفاصيلها حلوة. زين ذكرى الطفولة. لكن ماكو ذكرى مخصصة بذاكرتك دائما تتذكرها أو موقف حلو كان من كنت صغير؟ والله انه هواي بس ما اتذكر ولا وحدة تتذكرها؟ ولا اتذكرها. ليش دائما الذكريات الحلوة تبقى مترسخة ببالنا؟ والله ما ظلت عندي ولا ذكر. والله اكو سبب لها؟ اكيد. الذكريات الحلوة تتحول الى يعني اذية الم. انت الانسان فعلا حقيقة الانسان كل ما يكبر يعني يزداد وعي. نعم. راح يتذكر الايام اللي كان بيها حلو او عايش فد حياة حلوة. نعم. هي ذكرى حلوة بس راح تترك انطباع خلينا نقول ما نريد نقول سلبي بس مؤذي. لا حتى تنساها مع مرور. احسنت فعلا. الاشياء الحلوة هذا انا عايشه يعني لا حقيقة الاشياء الحلوة اللي نتذكرها نتمنى لو احنا رجعنا صغار نتمنى لو احنا بنفس هذا الوقت بهذه الذكرى فعلا. ففعلا هي هذه الذكرى الحلوة الجميلة بنفس الوقت تكون مؤلمة. نتمنى بس ما نقدر. اكيد طبعا. تبقى امنية ما نقدر نرجع للايام. كنا صغار نقول لو نكبر. هسه صرنا كبار نقول لو نصغر. والله نوبات الانسان يحتاج الى من يعني يصل لهيك مرحله يحتاج الى العزله. وبصراحه هسه صار لي يمكن ويد احمد. ليش صار يمكن صار لي 6 شهور 7 اشهر عايش بعزله. شنو السبب؟ محتاج الى العزله والنقاء. اكو هواي حاوطوك ناس؟ اكيد. مزيفين؟ هواي والله العظيم هواي كنت مغشوش بيهم. فهسه عايش بعزله. اكو كاتبه ديالويه راحت من بالي تقول عتفت مقتنص جميل تقول اخترت العزله على ان تكون شجره غير مثمره حتى اضمن عدم اقتراب اي شخص. حلو جميل. فانا اختاريت العزله لان العزله يحتاجها لفتره نقاهه. زين هذه العزله ما تحسسك انه انت وحيد محتاج احد؟ هذه العزله ما تريد انه انت تطلع من عندها؟ ما اكتفيت منها من هذه العزله؟ قساوه الناس قساوه الداير مداير خلتني اعتمد على نفسي ما احتاج احد. وحتى اذا احتاج احد ما اقول احتاج احد. حلو منطق جميل. دائما الانسان يحتاج انه يكون وحده ويراجع نفسه ويتصالح ويا نفسه ويتصالح ويا ذاته. ممكن يختار. اكيد الانسان يحب انه مرات مو دائما انه يحتاج الى العزله يكون وحده يكون منفرد لكن بعدين اكيد راح يحس انه هو يحتاج احد يمه.
طبعا هي العزلة مو نهاية الحياة، هي بداية حياة. يعني نعم. أنت اليوم ممكن تراجع نفسك. يعني نعم. أنا أحتاج إنه أكون ويا نفسي فترة، خصوصا فترة ضغط خلينا نقول. فأنعزل رستت مثل ما يقول. ممكن ما تكون عندي تطلع ردة فعل سلبية أجرح بها شخص، فأقدر إنه أفكر بيني وبين نفسي، أتصالح ويا نفسي يعني، وأطلع للناس بالصورة اللي أنا أريد أطلع بها للناس. لأن مستحيل ماكو أحد يحب إنه يظهر بصورة ضعيفة للناس. أكيد طبعا. فالعزلة حلوة، بها هواي فوائد. بها هواي. جميل جدا. شو راح نسمع من رياض؟ البنيت آمالي بجفوفه. أي. أمس لم جنطته وسافر. الله. وقلت له مودع الله وياك، بس اخذ الحكي وفسره، وبكيفك انت شو تسميه، درس عبره الطيرش ما بعد مرجوع عشر. حقيقه ومرخوص احكي للشمات قلهم عفته يمكن مات، واذا سالوك عن جرحي جاوب عاد لا تهتم، السيف اللي بالحرب معروف لازم يرجع مثلل. الله الله. السيف اللي بالحرب معروف لازم يرجع مثلل، وذا كنا على طول خياط، وذا محسب للجروح حساب، والاخر جرح منك ابد لا تحير، يلم شمل الشعر لما ضفيره يصير. الله الله. بدونك لا تظن نوقع، بدونك لا تظن نوقع، ولا يطشر احساسي، سيفه بيتشف الزير، قلت لك بول المشوار انا قلبي وتر جيتار. الله ما الله. انطيل ياهل كان بس للي يتقن الحانه، عيش وياي حر جناح ما مجوس، ما يعرف يطير البلبل المحبوس. الله. صختك تاج وانت المارد تتعلى فوق الروس. اي والله. بساط ملوك دومك عايشه على الدوس. صختك تاج. صختك تاج وانت المارد تتعلى فوق الروس. مشكلتك بساط ملوك دومك عايشه على الدوس. ورحت انت ومضت فتره وشوق بعينه ظل مفضوح مثل اللي يمشي بس الخنجر بصدره. الله الله. لا صار حكيته وياك ولا انا قدرت انسى، جرح الذكرى شي داوي. يا قلبي ايش بيك مو قلت لك؟ تشفى من الجرح مرات بس الذكرى اللي تقتلك. الله الله. يا قلبي ايش بيك مو قلت لك؟ تشفى من الجرح مرات بس الذكرى اللي تقتلك. اللي يحاول ينسى يقضي الليل يتقلب. اي والله. ترى الوان العذاب اشكال حتى اللي ينسى يتعذب، وعلى هالحال صار سنين احاول انسى وبذكراك اتعثر، وسمعت الصوت رد يقول بس متعوب لون اصفر. الله الله. وركضت بشوقي اتلقاه وعلى غفله وندهنا الخير مو بعد الجرح اخضر. الله عليك. سلامتك. الله عليك. صح لسان. الله يسلمك. هي احمد تلاقينا وقلت لي شو استفادين؟ تلاقينا وقلت لي شو استفادين؟ شو استفادين؟ قلت لك هالحكي ما طلع من قلبك، الحكي اللي بالقلب كل من شايله بعينه. يا ما تدري اقرب رمشك بالصوره يمنحر اذا اشتهي السكين. الله الله. تلاقينا وكنت تعبان من لوني، تلاقينا وثقلا قلبي ومتوني. الله الله. ترى مرات اللي ثقل المتون عيون بيهن شوق، أعلق صورتك بالجنطة وابدا اركض، الركض ما يتعب الملحوق. المهم من بعد كل هذا طحت جمرة، بس الناس ما يدرون ويقولون لأم خدود ابنش تلمع وحمرة. الله. لا تعتب، ما سويت لي كل شي لما طحت على الفطرة. أمنيتي تشوفني جاهل وتدرب حاجة الجاهل، عزيزة تصير واكثر شي على بعمره. الله الله. أمنيتي تشوفني جاهل وتدرب حاجة الجاهل، عزيزة تصير واكثر شي على بعمره. تجاعيد القمر آني، تجاعيد القمر تجاعيد القمر آني، لحتى النهار القمر ما موجود. القمر من الفجر يمشي، القمر مثل القمر شادود. الله الله. القمر مراية الشط يعني التجاعيد زود، وتجاعيد القمر ايش كثر مقرود. افطور القاع اذا مرهن خيالي يصير جروح. الله عليك. خيال انسان يا ما تدري، كنت صغيرة اسمك شجرة فوق القاع حتى تخيلك كبران. الله عليك. والدفان وصيته في يكون يدفني،
خاطر اذا ورقه تطيح من عندك تجي بحضني. هلا هلا بس ما ارسم عيونك واغني لك. لا عاد كنت كلش اغار من الكبير اللي كان بيك يقود، بس صاير مثل البخور يا حايط يجي يشيلك. الله عليك يا ابن ادم مرات اللي يلمك ترى منك بيك. البلم من يشق ظهر الشط يلم الروج مو بالنوح. عوف جفوفك وحبني، شنو فايدتك بجفين بس بلا قلبي يلوح. شنو فايدتك بجفين بس بلا قلبي يلوح. يا ما تدري انام وفاك لك حظي، ما منطي ظهر فد يوم نايم مثل البلام. الله عليك ولا عايش لك بوجهين، انا وجهي وجه جامع. الله عليك. احسنتم هالكلمات. الله يعزك، شكرا جزيلا. كلمات جميله جدا، الله حلوه من ذوقش. شكرا. المن نعطي الثقه، هذا اخر سؤال طبعا، مع الاسف انه حلقتنا راح تنتهي لانه بقى وقت قليل جدا، لكن هذا اخر سؤال. المن نعطي الثقه رياض. النفسي. حلو. بس ما فهمت صيغه السؤال، يعني انطي ثقه بالمقابل. تعطي الثقه اللي فعلا هذا الانسان أثق يستاهل بيه؟ الثقه. أثق بيه؟ الثقه اي طبعا. اي اثق بيه. امي فقط. ممكن الحبيبه الزوجه وين راحت؟ امي زين ممكن نعطي ثقه قسم للام والقسم للحبيبه او الزوجه. شو تقول رياض؟ لا انا معاك بشق الثاني اللي هو اعطي الثقه النفسي والام فقط. يعني حتى بالزوجه ما نثق؟ لا مو ما نثق. زين بس اكو اشياء هي ما تسولف. ثقه انواع اشكال. انا اليوم احكي لك عن الثقه بصوره عامه. طبعا احنا بدنا نحكي عن الثقه بصوره عامه، بس اكو شغلات المتزوج مثلا اكيد راح تكون اولويه الثقه لزوجته عن امه. يعني مثلا اكو اشياء ممكن انت اكو اشياء بداخلك تريد تحكيها. اي بس الثقه اللي فهمتها من سؤالك بصوره عامه. نعم. لا امي. بصوره عامه لهم. هسه انا راح يطبني للبيت اليوم ابوي يشوف الحلقه، بس هي امي يعني ترى اكيد هي الام تكون صديقه، اخت، حبيبه، تكون قريبه كلش من القلب. فعلا القريبه من القلب اللي دائما تكون بير اللي كاتم الاسرار. مو مثل بير الأب. يكتم الاسرار كلها، ما راح تطلع اسرارك. انت نايم وانت مطمئن. الاب شويه يعني يميل للرسميه، يعني ما يكون صديق مثل الام. زين قبل لا نختم الحلقه نسمع قصيده قصيره من رياض ومن احمد. قصيده مو المشكله صاير راح اقراها يعني ما تختصر. الدنيا مسلسل زين كلها دراما. طبعا على هذا الموضوع هو نفسه. الدنيا مسلسل كلها دراما، وناس تمثل على ناس. اي والله. هذا يمثل صاحب كلش بس بقلبه يضم حقاده. احسن. وذاك يمثل مؤمن كلش لله يصلي ويزرع فتنه بين عباده. ممثل. وحتى الحبل اللي يعدم ناس هم متعلم صار يمثل وعايش هسه بدور قلاده. حتى الحبل اللي يعدم ناس هم متعلم صار يمثل وعايش هسه بدور قلاده. هم متعلم صار يمثل وعايش هسه بدور قلاده. الناس تغيرت ما ظل حد على نياته. الناس تغيرت ما ظل حد على نياته، وكل ما نتقدم بعد اكثر يطلع جيل اسوأ من جيل. وناس تحب القال وقيل، عندهم شخصيه وكاريزما. كاريزما في فن التأويل. عندهم شخصيه وكاريزما. كاريزما في فن التأويل حقيقه. كلها تمثل بالجامع بالقهوه بشارع، مو بس بالمسرح تمثيل. فعلا كلها تمثل بالجامع بالقهوه بشارع، مو بس بالمسرح تمثيل. هاي الناس اللي يمشوا وياها يطلع شايل من مجلسهم حص تشليل الذنوب. هاي الناس اللي يمشوا وياها يطلع شايل من مجلسهم حص تشليل الذنوب. هاي الناس اللي لقت كلها ما ظل حد مثل الماسك. الما يملك سلطه على مرايته، الما يملك سلطة على مرايته وما عبر يوم عن احساسه، ويملك سلطة على الما عنده يطبق كل قانون الدنيا. الله عليك احسن. الما يملك سلطة على مرايته وما عبر يوم عن احساسه، ويملك سلطة على الما عنده يطبق كل قانون الدنيا براسه. الله. ورد احكيها على المكشوف. عندنا هواي يغمض عينه وبدنا يشوف. اي والله. ورد احكيها على المكشوف. عندنا هواي يغمض عينه وبدنا يشوف. هاي الناس منها تكتر حتى ابليس. هاي الناس منها تكتر حتى ابليس. كتلوا بيه كم بالقيس، يخافون احظى وياها بزف.
يخافون أحظى ويرهب زفة. هذا الواقع، لا تتفاجأ، مجبور أحكي. أي والله مجبور أحكي، ما ظل شارع. وأنا أعرف وقته وأسراره. اللي يحكي الواقع حصته جقاره، اللي يحكي الواقع حصته جقاره، ويشهد دخان من أفكاره. احترقت كلها وبردت ناره، وبس رماد البهيبات. الله عليك الله عليك. وبس رماد البهيبات. عقول الناس ايش قد سطحية، تهتم كلش بس بالمظهر، ما تهتم بالعمق الذات. صح لسانك صح لسانك. الله يسلمك، صح الله بدلك. أحمد، نسمع آخر قصيدة. 4 أبيات. يلا نسمع. الإبرة بعين وحدة. الإبرة بعين وحدة وما تتيح دوم، رغم ممشاها أعوج للدرب تندل، وانت 2 عندك بس حرت وياك عيون بصورة، لا تضحك ولا تزعل، لا تظن ظهري هيك محدب بفرقاك، أنا سنبلة ولحقت ظهري ما يعدل. سلامتكم. الله عليك، صح لسانك. شكرا جزيلا وجودكم اليوم معنا، وصح لسانكم على هذه الكلمات الحلوه الجميله واللون الغريب الجميل. الله يعزك. شكرا، شرفتونا. الله يسلمك، لنا الشرف، فرصه سعيده. احنا الاسعد. اذا مشاهدينا، انتهت برنامجنا لحد هذا اليوم، واكيد نلتقيكم في حلقات مقبله وحلقات جميله جدا مع شعراء جدد ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.